ثانية، وهي جمهورية العراق. جمهورية العراق، منتخب اليمن، منتخب البحرين، منتخب السعودية. عن بطولة الخليج اللي راح تصير في الكويت، خليج 26، بمشاركة 8 منتخبات تقسمت إلى مجموعتين. المجموعة الأولى السعودي والمنتخب البحريني والمنتخب الكويت اليمني وعمان وقطر والإمارات. أما المجموعة الثانية اللي ضم السعودي مجموعة والمنتخب منتخبنا البحريني العراقي حامل اللقب لخليج 25 في البصرة. من ضمن المجموعة طبعا البحرين والسعودية والمنتخب اليمني. العراق راح يستهل مشواره بمباراته مع اليمن، ومن ثم سيلعب مع المنتخب البحريني، والمباراة الأخيرة ستكون مع السعودية. العراق سيشارك من أجل الدفاع عن اللقب، والعراق سبق وأن حصل هذه البطولة أكثر من مرة. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة العربية، بدءا من أخواننا الكويتيين، مشكورين على الاستضافة لهذه البطولة، وهي تكون فاتحة خير للكويت اللي صار لها فترة طويلة طبعا بعيدة عن هذه الأجواء. نتمنى لكم كل الخير والصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.